بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ لقائنا بعد مباراة الزمالك وصن داونز آسف وإنبي آسف وزد. عادي، ما هو التلاتة بيكسبوا الزمالك. القصة كلها إن الزمالك فتح الحصالة، بيقول للفرقة الدوري اللي عايزة تجمع بونت، اللي عايزة تجيب 3 بونت، اللي عايزة تعمل ماتش كويس. الزمالك فتح الحصالة. أوسوريو مدرب مفلس، والله العظيم والله العظيم قلتها قبل كده في أكتر من فيديو. أوسوريو مدرب مفلس، ما عندوش كورة، هو بيعمل ماتش بالصدفة، على رأي محمد منير بالحظ وبالصدف، باي لك. والماتش اللي بعده بيبان على حقيقته عشان كل مدربين الدوري قاريينه. بالإضافة إلى إن هو بيقوم بدور الفيلسوف إقليدس في ساغورس. يعني بص، هو بيعمل حاجات عجيبة بصراحة. خط دفاع ينجح بيه لازم يغيره، خط دفاع يعمل ماتش كويس لازم يغيره، لعيب يأدي لازم ما يلعبش الماتش اللي بعده. هو انت صعبان عليك ان الفريق يكسب؟ هو انت جاي بتاخد فلوس علشان خاطر تدمر نادي؟ انا مش فاهم بجد انت جاي تعمل ايه. خط النص يعني مش عايز اقول لك ما فيهوش لعيب بيأدي الدور اللي عليه. خط الظهر ده بقى حدث ولا حرج. مش هقول لك خط ظهر الزمالك ضعيف، ولا هقول لك خط ظهر الزمالك غير جيد، هقول لك خط ظهر الزمالك منخل. منخل. الناس اللي بتساعد امهاتهم في البيوت عارفين المنخل كويس، اللي هو تحط فيه الميه تنزل، تحط فيه اي حاجه كده صغيره في الحجم تنزل. خط الزمالك منخل. 9 تجوان في 6 ماتشات، يعني الماتش تقريبا هدف ونص، بواقع 1.5 هدف في كل مباراة. خط الزمالك منخل، طريقة لعب مش موجودة. الناس اتغرت بالهدف اللي جابوه بعد الدقيقة الثالثة، قال لك بس الزمالك هيعمل مباراة زي مباراة سموحة. زد فريق منظم. مجدي عبد العاطي انهى اللقاء بنتيجة الفوز 2-1. النتيجة دي اساسا مش في حساباته، هو بدأ يطمع فيها من الدقيقة 66 67. بدأ يطمع لما عمل 3 تغييرات، والثلاث تغييرات دول كانوا فيهم الاثنين الافارقه، اللي هو بدأ يقفل دفاعي كويس جدا ويضيق المساحات على لعيبه الزمالك الى عجزه الى عجزه الى عجزه، اللي مش هتعرف تخلق فرصه. بالاضافه الى ان المدرب نفسه عاجز عن ان هو يوصلهم لمنطقه ال 18، فقفل لهم الدفاعات وعارف ان هم خلاص فريق بلح يعني، فهيلعب كونتر اتاك. الناس بس اللي فاهمه ان الكونتر اتاك هي خطه دفاعيه، لا هي خطه هجوميه. عشان تبقى فاهم ان الكونتر اتاك انا بقفل دفاعي كويس وبضايق عليك المساحات لحد ما استخلص الكوره، وبتتفاجئ ان انا جوه منطقه الجزاء بتاعك. عواد لا يسأل على الهدفين، بل شال هدفين. الوحيد في الزمالك اللي بيأدي وبصراحة مغلوب على أمره، يعني تحس إن عواد بيلعب ومغلوب على أمره. أما بقى بالنسبة ما بين الشوطين وتغيير حاتم سكر، فدي حدث ولا حرج. حاتم سكر أساسا ما ينفعش يلعب كورة. لا لا لا، ده أنا عايز أقول حاجة تانية بره الموضوع خالص بقى. فاكرين كيروش اللي جه مسك المنتخب؟ لما مسك المنتخب كيروش قال جملة جميلة قوي: كل يوم من يوم ما الراجل ده جه لحد ما مشى لحد اللحظه دي، انا بفتكر الراجل ده بصراحه، بس بفتكره بالخير. ليه بقى؟ كيروش اول ما جه قال لك انا ما شفتش لعيب كوره في مصر بيعرف يباصي كوره. والله العظيم دي حقيقه. يعني الوحيد اللي تستثنيه او الاثنين الوحيد اللي تستثنيهم بالنسبه لنادي الزمالك، بما ان الحديث عن نادي الزمالك، هو شيكابالا واحمد سيد زيزو. اي لعيب تاني في نادي الزمالك اقسم بالله ما بيعرف يباصي. مزد بص سايرين يا دنيا على راي احمد سعد. لا 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 لا، بص نادي بصراحه منخل. ما عنديش كلام في الكوره لان هو اصلا ما حدش يدي حاجه في الكوره. يعني لو جينا نتكلم في تكتيك وكوره وحد قدر يطلع بنتيجه ولا في الاحلام، وخطه دفاعيه محكمه وهجوميه محكمه وكونتر اتاك بيتنفذ على اعلى مستوى ونقل الكوره وربط ما بين الثلاث خطوط، مجدي عبد العاطي فريق زد. انما الزمالك فتح الحصاله، خط النص وخط الدفاع منخل، عواد غير مسؤول. للجمهور الحق في البقاء انه يشجع الفرقه دي او يديهم ظهره ويقول لهم بالسلامه. انا ما اعرفش الناس اللي بتطالب اصلا بحضور 30,000 و40,000 و50,000 متفرج في المباراه ديت في الاستاد، يعني مش عارف الناس دي بتطالب ليه. يعني انتوا مستنيين الجماهير تحضر ب50,000 و60,000
علشان تحرقوا دم 50,000 واحد؟ بالذمه ده يرضي ربنا؟ يعني الناس تروح بال50,000 عشان تتفرج على فريق حصاله وتروح دمها محروق؟ ليه؟ طب الناس اللي اتفرجت على النادي الاهلي دمها محروق، بس ده في افريقيا. النادي الاهلي عامل شغل عالي جدا في الدوري، ولحد دلوقتي هو راجل وجايب العلامه الكامله من الماتشين اللي لعبهم، وهيرجع اقوى من الاول. ده النادي الاهلي. انما بالنسبه للحصاله، هتعملوا ايه في الحصاله؟ انا مش عارف. هو ماتش ما فيهوش كلام كتير اصلا، ماتش يحرق الدم كده، ما فيهوش متعه. يعني حتى الكوره اساسها المتعه، ما فيش متعه. انت لو بصيت على المتعه، بعض النقلات لفريق زد هي كان فيها متعه. غير كده عنواننا الزمالك فتح الحصاله، اللي عايز يلم بوينتس الزمالك موجود ليك معاه ماتشين ب6 بونت، حاول تاخدهم منه عشان هو فتح الحصاله. يلا.